عسكرية تمنها مليار و300 مليون بناخدها كل سنة من أمريكا. طبعا دي هتتشال على طول أول ما أنت تخش في صراع مع إسرائيل، يبقى أنت كده وقعت من الموازنة العسكرية بتاعت الجيش بتاعتك مليار و300 مليون. ودي طبعا يعني هي مش حاجة كبيرة، بس برضه هتحصل ضرر هينتج عن كسر الاتفاقية دي. رقم 3، أول ما تكسر الاتفاقية دي أي ممتلكات ليك هتبقى بره مصر، يعني أي أصول ليك هتكون في دول أوروبا أو أمريكا أو سفاراتك في الدول دي كلها أو أراضيك أو شركاتك كلها هيتم تجميدها، زي ما حصل مع روسيا بالظبط. أول ما دخلت في عداوة مع أوروبا وأمريكا جمدوا لها بتاع 400 مليار دولار. روسيا لحد دلوقتي اقتصادها متأثر بسبب تجميد الأصول ده، ودي حاجة ممكن تقسمنا نصين حرفيا. خد بقى عندك حظر تجارة، خد بقى عندك شطب وإدانة في الأمم المتحدة، خد عندك حاجات كتير قوي. ده سبب رقم واحد. السبب التاني بقى هو التوازن الإقليمي أو التوازن الدولي. هو أنت بتاخد نفس السلاح اللي إسرائيل بتاخده، أنت بتاخد نفس الطيران والتفوق الجوي اللي سلاح الطيران الإسرائيلي واخده من الأمريكان. أنت لما بتيجي تاخد F-16 ولا طيارات أمريكية بيدولك اقل حاجه، وبيكونوا حاطين سيستم او نظم في الطيارات دي اللي هو انت ما ينفعش تطلعها او تطلقها غير لما ترن على الامريكان الاول تقول لهم انا رايح اعمل ايه بالطيارات دي، عشان يدوك حاجه زي كود التفعيل في الطيارات كده، اللي هو انت لازم بتنسق مع البنتاجون